لو انت داخل جديد عالم الأواني المصنوعة من الحديد الزهر هتسمع كلمتين على طول بيتقالوا: سيزنينج وطبقة العزل. هنعرف مع بعض النهاردة هل الكلمتين دول واحد ولا لأ، وإيه الهدف منهم، وبنعملهم ليه أصلا. بس الأول قبل ما نبتدي ما تنساش اللايك الجامد وتشترك في القناة. يلا بينا نبتدي الحلقة. السيزنينج وطبقة العزل الاتنين بمعنى واحد. السيزنينج هو طبقة العزل اللي بنعملها للأواني المصنوعة من الحديد عموما. طب إيه الهدف منها وبنعمل ليه طبقة العزل؟ من اسمها كده طبقة عزل، يعني أول حاجة هتيجي في دماغنا إن إحنا بنعزل الحديد تمامًا عن الرطوبة والعوامل الخارجية والهوا بحيث نحافظ عليها من الصدى. تاني هدف من السيزنينج أو طبقة العزل إنه بيقفل كل المسام اللي موجودة في الحديد الزهر، وده بيخلي سطح الطاسة أو الجريل بتاعي ناعم جدًا، ويخلي الأكل ما يلزقش فيه. يبقى أول حاجة عرفناها طبقة العزل أو السيزنينج بتحمي الحديد الزهر بتاعي من الصدى تماما، لأن هي بتغطي الحديد كله وتعزله عن الرطوبة والتفاعل مع الهواء، وكده بنمنع عنه الصدى. تاني حاجة إن بتخلي الأكل ما يلزقش، بتخلي السطح بتاع الأواني المصنوعة من الحديد شبه التيفال. طيب بنعمل إزاي السيزنينج أو طبقة العزل دي؟ كل اللي إحنا بنحتاجه في المرحلة دي زيت نباتي وفوطة تكون من القطن أو أي حاجة قطن. مش هينفع نستخدم أي فوطة أو أي حاجة فيها ألياف صناعية، لإن هي أول ما هتلمس الطاسة أو الجريل بتاعتي هتسيح بسبب السخونة، وهنا هتبهدل الدنيا وتخلّيني أخُش في مرحلة تانية إحنا مش حابينها، إن إحنا نقعد ننضّف ونشيل ونرجع نعيد من أول وجديد كل اللي إحنا عملناه قبل كده. طيب مرحلة الseasoning دي أو طبقة العزل بتتعمل إزاي أصلًا؟ بيحصل عن طريق حاجة اسمها بلمرة الزيت. هاسيب لكم تحت في صندوق الوصف link ممكن تخشوا تقروا عنها. في طبقة العزل أو الseasoning اللي إحنا بنعملها دي، إحنا بنحوّل الزيت بالحرارة من الصورة السائلة اللي هو عليها لجزيئات مترابطة ببعض، وده اللي بيدّيني طبقة العزل أو الseasoning اللي إحنا بنحتاجه. طيب بيحصل إزاي الكلام ده؟ بيحصل عن طريق الحرارة، لكل زيت ليه درجة تدخين معيّنة. في خلال درجة التدخين دي هو بيفقد الخواص بتاعته السائلة ويبتدي يتحول لجزيئات. إحنا كل اللي بنحتاجه إن إحنا نوصّل الزيت بتاعنا لدرجة التدخين بتاعته، زي ما أنتم شايفين قدّامكم كده في الجدول كل زيت من الزيوت اللي موجودة دي ليه درجة معيّنة من التدخين. إحنا عن طريق الحرارة بنوصل للدرجة دي، فالزيت بيبتدي يتحوّل من الصورة السائلة اللي هو عليها لجزيئات مترابطة ببعض، بتدّيني اللون الأسود الجميل اللي أنتم شايفينه في الطاسة ده، لإن هو الحديد الزهر أصلًا لونه في الطبيعي رمادي. ويالّا بينا نبتدي مع بعض كده نشوف هنبتدي إزاي الخطوات واحدة، واحدة مع بعض. هاجيب الطاسة بتاعتي أحطها على النار، هاسيبها تدفى شوية. بعد ما أنزل بالغطا بتاع الزيت ده هيكون معايا القماشة القطن زي ما اتفقنا أو الفوطة القطن، وأمسح الزيت ده كويس جدًا. أنا مش محتاج كل الزيت اللي أنا حطيته ده، أنا كل اللي أنا محتاجه آخد اللمعة بتاعة الزيت. يعني زي ما إحنا شايفين أنا بامسح الزيت كويس جدًا وباوزّعه على كل الطاسة، الحروف بتاعتها والأرضية بتاعتها. كل اللي أنا محتاجه إن أنا آخد اللمعة اللي إحنا شايفينها دي بس، مش محتاج الزيت الكتير. اللمعة اللي إحنا شايفينها دي هي اللي هتدّيني أول طبقة من طبقات العزل. هابتدي أسيب الطاسة بتاعتي لحد ما تبتدي تدخّن قدّامي. بعد ما تبتدي تدخّن هاصبر عليها شوية صغيرين وأطفي النار. بس أنا هنا بقى أحب أعمل خطوة تاني، إن أنا بانزل بغطا زيت تاني وأعمل عملية العزل أو عملية الseasoning دي مرّتين ورا بعض. برضه نفس القصة، أنزل بالزيت وأبتدي أمسح الطاسة كويس جدًا، وأخلّي بالي هنا لإن الطاسة بتكون سخنة جدًا أو الجريل بتاعي هيكون سخن جدًا. فعشان كده أنا باقول لازم يكون معانا حاجة قطن، لإن أنا لو القماشة اللي معايا دي مش قطن كان زمانها ساحت وبهدلت لي الدنيا. أمسح الزيت كويس جدًا، جدًا. برضه محتاج آخد اللمعة بتاعته وأسيبها شوية، أسيبها حوالي دقيقة وأبتدي أطفي النار وأسيب الطاسة تبرد تمامًا، من غير ما أعمل أي حاجة. هاسيبها على البوتاجاز أو أدخّلها جوّه الفرن لحد ما تبرد،
عشان الدخان اللي طالع منها ده، وارجع تاني بعد ما الطاسة تبرد أعمل نفس الخطوات تاني، أنزل برضه بالزيت كمية صغيرة جدًا، أمسح الطاسة كويس جدًا، مش محتاج كمية الزيت دي، أنا كل اللي محتاجه باقول تاني آخد اللمعة بتاعة الزيت، واللمعة دي عشان نبقى عارفين، بصوا كده على الصورة اللي موجودة قدامنا، أول حاجة فوق خالص ده يعتبر السطح بتاع الطاسة بتاعتي، شايفين هو مش سطح مستوي، أنت ممكن تكون شايفه قدامك بعينيك المجردة إن هو سطح مستوي، إنما هو أصلًا عبارة عن مسامات كتيرة جدًا موجودة. بعد ما باحط الزيت، الزيت بيبتدي ينزل في المسامات الصغيرة اللي موجودة دي، بس طبعًا إحنا ما بنبقاش شايفين الكلام ده. لمّا أنا بامسح الزيت اللي موجود الكتير ده واخلّي بس اللمعة بتاعتي، أنا هنا حطيت أول طبقة أنا محتاجها، لإن الزيت السائل اللي نزل ملا كل الفراغات اللي موجودة، أو ملا كل الزيت هيملا كل المسام اللي موجودة، ومع الحرارة هيبتدي يتحول لجزيئات ويقفل كل المسام دي، وهيدّيني أول طبقة عزل، لإن هو لمّا يوصل لمرحلة التدخين بتاعته عن طريق عملية البلمرة، هيبتدي يتحول لجزيئات، فالجزيئات دي هتقفل لي كل المسام اللي موجودة. وزي ما أنتم شايفين كده في آخر خطوة الزيت ملا كل المسام اللي كانت موجودة فعلًا، وبقى هو اللي سطحه مستوي، مش الحديد بتاعي، لأ، هي طبقة العزل اللي بقت سطحها مستوي، شبه مستوي كمان، وده اللي بيدّينا النعومة اللي موجودة في الأواني الحديد وبيخلّي الأكل ما يلزقش. وزي ما إحنا شايفين هي كان لونها كان لون الحديد باين من تحت اللون الرمادي، دلوقتي بقت كلّها لونها واحد، بقت كلّها لونها أسود بيلمع بسبب الseasoning أو طبقة العزل اللي عملناها مع بعض. طبعًا كتر الشغل في الطاسة أو كتر ما أنا باستخدم الطاسة بيعزّز الطبقة بتاعة العزل دي، وبيخلّيها حلوة جدًا، إن إحنا عملنا مع بعض لحد دلوقتي تقريبًا 4 طبقات عزل، فبرضه حاجة مهمة إن أنا ما أركنش الطاسة بتاعتي، أفضل باستخدمها على طول، ده بيعزّز الطبقة بشكل كبير جدًا، لو أنا حصل عندي مشكلة عرفت هاحل المشكلة إزاي، عرفنا مع بعض إزاي نعمل الseasoning وبيتعمل إزاي، وقُلنا سريعًا كده إيه هو الseasoning أو إيه هي طبقة العزل بتتعمل إزاي، وإزاي الزيت بيتحوّل من الصورة السائلة لجزيئات مترابطة ببعضيها بتدّيني اللون الأسود، وتحافظ لي على الطاسة بتاعتي وتمنع إن الأكل ما يلزقش فيها، عرفنا كل الكلام ده، يا رب تكون الحلقة مفيدة ليكم. واللي كان خايف إن هو يخوض التجربة ويشتري الأواني دي، أعتقد إن الموضوع دلوقتي بقى أسهل، عرفنا إزاي ننضّف الطاسة مع بعض، عرفنا إزاي لو في أكل لازق نشيله بمنتهى السهولة، النهارده عرفنا إزاي نعمل seasoning. لو عجبتك الحلقة ما تنساش بقى اللايك لو أنت ما عملتش لايك في الأول، انزل اعمل لايك دلوقتي، أشوفكم في حلقة جديدة، سلام.